بسم الله توكلت على الله صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حسبي الله لا اله الا هو العلي رب العرش العظيم. الحمد لله الحمد لله القائم على كل نفس بما كسبت، الرقيب على كل جارحة بما اجترحت، المطلع على ضمائر القلوب النجسة، الذي لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات والأرض تحركت أو سكنت، المحاسب لعباده على الصغير والكبير والنقير والكبير من أعمالهم خفيت. وأصلي وأسلم وأبارك يا ربي على عروس مجلسك وإمام حضرتك نور الورى، صاحب مقام قاب قوسين أو أدنى، من صلى عليه سيخلص ومن لم يصلي عليه سيندم. هو الذي أطفئت عنا بشفاعته حر جهنم، هو الذي قدمه في الصخرة علم، هو ألف الألفة وباء البهاء وتاء التحلي وفاء الثبات وجيم الجمال وحاء الحلم وخاء الخير ودال الدلال وذال ذكر الله الواحد المتعال. أيها الإخوة الموحدون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ولقد شاء القدر أن نأتي لهذا البلد الكريم قرية السعادات مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، إكراما وإعزازا وترحما على روح الراحلة الكريمة والتي عاشت الحياة بحلوها ومرها، صابرة على البلاء راضية بالقضاء. فأدعو الله تبارك وتعالى أن يحشرها في زمرة الشهداء لكي تنول خير الجزاء. عسى أن يجمعنا الله معها على الحوض مع الحبيب سيدنا محمد سيد الرسل والأنبياء. والراحلة الكريمة كانت نعم الزوجة الصالحة لرجل صالح الراحل حرم المرحوم الحاج عبد العزيز جنديل، ونعم الأم فقد أكرمها المولى تبارك وتعالى وأنجبت رجالا كرماء شرفاء ولا أزكيهم على الله. فهي والدة الحاج رامي عبد العزيز جنديل ووالدة الأستاذ محمد عبد العزيز جنديل. وكانت نعم النبت الطيب من بيت طيب، فهي عقيدة عائلات آل السباعي الكرام، شقيقة الأستاذ راضي السباعي وشقيقة سيادة المهندس عادل السباعي. كذلك أيضا الراحلة الكريمة بنت أخو الأستاذ علي السباعي. أيها الإخوة الكرام، وما دمنا في ضيافة عائلات آل جنديل الكرام، وقد سعدنا وتشرفنا باستضافة أعلام تلاوة القرآن الكريم بمصر والعالم الإسلامي. استضفنا لحضراتكم قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي وقارئ إذاعة القرآن الكريم، والذي دائما وأبدا نستمتع من خلال الاستماع إليه في إذاعة القرآن الكريم في صلوات الفجر وفي صلاة الجمعة والأمسيات الدينية. القارئ المجيب إحكام
احكاما وتلاوة وتجويد فضيلة القارئ الشيخ اسماعيل الطنطاوي. كذلك ايضا سعدنا بوجود ذلكم العلم القرآني والمقيم بهذا البلد الكريم فضيلة القارئ الشيخ انس السيد النجار. نسعد بمشيئة الله تعالى بنقل هذه الليلة القرآنية عبر أسير إذاعتنا العامرة ومكبرات الصوت المتميزة والأنوار الفضية من داخل هذا السرادق والذي كمل وجمل تحت إدارة وإشراف علم جمهورية مصر العربية في أعمال الفراشة والإنارة المعلم عماد مسلم والمقيم بهذا البلد الكريم. أيها الإخوة الكرام، واسمحوا لي أن أتشرف بالوقوف أمام حضراتكم مقدما لفقرات هذا العزاء من أسرة المذيعين مقدم البرامج الدينية بالإذاعة المصرية والمقيم بقرية كفر أيوب مركز بلبيس محدثكم كمال الغزال. هيا بنا إخوة الإيمان مع خير حديث وطيب الكلم مع الحديث الذي لا يمل استماعه وصوت عذب لقارئ نترقب بكل حب استماعه قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي وخير سفير الإذاعة القرآن الكريم القارئ المجيد احكاما وتلاوة وتجويد فضيلة العلم القرآني فضيلة القارئ الشيخ اسماعيل الطنطاوي. دعين المولى تبارك وتعالى له بالتوفيق ولنا ولحضراتكم جميعا بحسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها المدثر قم فأنذر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا المدثر قم فأنذر. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. يا رب جميعا. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا
ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر إنه وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 سأصليه سقر
وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا وما كذلك يضل الله من يشاء
وما يعلم جنود ربك إلا هو كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء كذلك يضل الله من كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة كل نفس بما كسبت
إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر جميعا إن شاء الله. كل نفس بما كسبت رهينة كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين حتى أتانا اليقين قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين
يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة صدق الله العظيم.
لله في القرآن خلق قد برعوا، فلما تجلت عليهم آيات ربهم قرأوا، ولما قرأوا قدر ما قرأوا استمعوا، وما تلوا أو قرأوا إلا أرزاق من استمعوا. استمعنا واستمتعنا بهذه التلاوة القرآنية المباركة، والتي تلاها علينا قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي، وقارئ إذاعة القرآن الكريم، والقارئ الوحيد في العالم الذي يقرأ بختمة القرآن في جميع العزاءات، لا ينتقل لصورة حتى ينتهي من الصورة التي قبلها. استمعنا لهذه التلاوة لفضيلة العلم القرآني والقارئ المجيد احكاما وتلاوة وتجويد، فضيلة القارئ الشيخ اسماعيل الطنطاوي، والمقيم ببني عبيد بمحافظة الدقهلية. نقلنا لحضراتكم عبر اسير اذاعتنا العاملة ومكبرات الصوت المتميزة والانوار الفضية من داخل هذا السرادق، والذي كمل وجمل تحت ادارة واشراف علم جمهورية مصر العربية في اعمال الفراشة والامارة المعلم عماد ابو مسلم، والمقيم بقرية السعادات. شاكرين لمن قام بتقديم واجب الضيافة المتر محمود صابر، والمقيم بالتل الكبير، وعمل بقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. اتقدم باسم الحاج رامي عبد العزيز قنديل وشقيقه الاستاذ محمد بخالص الشكر لكل من اتى لهنا مشاركا واجب العزاء في الوالدة الراحلة. كذلك ايضا باسم الاستاذ راضي السباعي ومعالي سيادة المهندس عادل السباعي، يتقدمان بخالص الشكر لكم حضراتكم جميعا كل احد باسمه. وعمل بقول الحبيب المصطفى: ليس منا من لم يوقر كبيرنا. باسم اخي الاكبر استاذ علي السباعي، يتقدم لحضراتكم جميعا بخالص الشكر وجزيل العرفان لكل من اتى لهذا المكان مشاركا واجب العزاء في فقيدة الاسرة والعائلة. ايها الاخوة الكرام، شكر الله سعيكم جميعا، ولا اراكم الله مكروها في عزيز لديكم.